طاقم التلفزيون الجزائري لملعب تيزي وزو الجديد، جرت اليوم زيارة أخرى للوقوف على التحفظات السابقة مع تقديم بعض الحلول، خاصة فيما يخص وضع الكاميرات وكذا النقل المباشر للمباريات. عمر جمعي وتفاصيل أكثر. مع العد التنازلي لانتهاء الأشغال الكبيرة بالملعب الجديد لتيزي وزو الذي يتسع ل50,000 متفرج، ولأن الملعب صمم بمقاييس دولية كان لزاما على القائمين على هذه التحفة إشراك كل الأطراف بما فيهم التلفزيون الجزائري. الحمد لله لا كونسيبسيون تاع البروجي كانت على مواصفات عالمية، وهذا سي دون لو بوت باش تكون لا ترانسميسيون على أحسن ما يرام. دونك سي ان بروجي اللي قلت لك سي الي اومولوغي فيفا اللي على ليشال انترناسيونال، والبث التلفزيوني راح يكون على احسن ما يرام، باش يكون بارمي لي ميور كاع واش عندنا. الزيارة الثانية لطاقم التلفزيون الجزائري كانت للوقوف على التحفظات السابقة والتي استجاب لها القائمون عن الملعب، أين خصصوا مكان بالكامل للصحفيين من قاعة تحرير وقاعات للتعليق بمواصفات عالمية. On a demandé des endroits bien précis pour les caméras باش يكون عندنا نقل تلفزيوني عالمي، يعني ماشي قال كيما نديروا كيما بولوغين ولا في الاخر. دونك on a exigé un certain endroit de caméra. On va faire un grand spectacle هنا باسكو stade il est très beau. بعد ذلك كانت الوجهة قاعة الاجتماع أين قدمت شروحات بالمجسم والمخططات ليضرب الجميع موعدا آخر للوقوف أكثر على ما تم إنجازه.